والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فمن يحفظ المتن؟ من يحفظ متن الأصول ثلاثة؟ الذي مر معنا. وأنتم؟ اقرأ. تستطيع؟ طيب، تحفظوا تمام كلكم، ليس فقط وندي. تمام، نحن نأخذ على قليل قليل إن شاء الله تستطيعوا، حتى نسمع كل يوم يعني قليل ليس كله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قال الشارح: أي فإذا قال لك قائل بما استدللت على معرفتك ربك ومعبودك وخالقك، بأي دليل عرفت ربك؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته. قال: أي فقل عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والإلهية. مخلوقاته التي نصبها، التي أوجدها، تدل على أنه الواحد الأحد، وأنه الذي تفرد بالربوبية، بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، والإلهية أي بأنه الذي تصرف له جميع أنواع العبادة ولا يشرك معه أحد غيره، ولا يشرك معه أحد غيره. قال: والآيات جمع آية، والآية هي العلامة والدلالة والبرهان والحجة. قال: والمخلوقات جمع مخلوق بآياته ومخلوقاته، أي مخلوقات جمع يعني مخلوق. قال: وهو أي المخلوق ما أوجد بعد العدم، أي لم يكن قبل ثم أوجد. فكل ما سوى الله مخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق. وأما أسماء الله وصفاته ليست بمخلوقة، هي من الله عز وجل، هي من الله عز وجل. مثلا يعني أنا أقول يعني كلامي الآن، كلامي هل هو يعني كتاب منفصل مني؟ هل كلامي هذا منفصل مني؟ كتاب مثل هذا الكتاب، أنا أتكلم الآن أو أتكلم بكلام وأكتب ذلك الكلام، هل الكلام الذي كتبته هل هو منفصل مني أو خرج مني؟ مني، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فنحن مخلوقون، فالله عز وجل تكلم بمثلا القرآن، تكلم بالقرآن، فالقرآن كلام الله. نعم، الذي هو يعني المصحف والأوراق والمداد الذي كتب به مخلوق، هذه مخلوقات، لكن الكلام كلام الله، الكلام كلام الله، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. فأسماء الله وصفاته هي من الله، ليست بمخلوقة. أما ما سوى الله فهو مخلوق من سماوات وأرض وما فيهن وما بينهما. قال: وهو ما أوجد بعد العدم. وآيات الرب سبحانه هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرفه العباد، أي بهذه الآيات وهذه العلامات كالسماوات والأرض والجبال والشجر والدواب وغير ذلك من المخلوقات، الشمس والقمر والنجوم والكواكب، يستدل بها العباد على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى إلهيته. قال: ويعرفون أسماءه وصفاته وتوحيده وأمره ونهيه وآياته العيانية الخلقية، والنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية،
السمعية. نعم، آيات الله عز وجل العيانية الخلقية مثل السماوات والنجوم والشمس والقمر والسحاب والأرض والجبال والحيوانات، هذه آيات الله العيانية الخلقية التي أمرنا أن نتدبر وأن نتفكر فيها. أولا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. كل هذا أمرنا الله عز وجل أن نتدبر فيه وأن نتفكر فيه وأن ننظر إليه نظر اعتبار ونظر تفكر. هذه آيات الله العيانية الخلقية. وكذلك آيات الله السمعية والقولية وهي القرآن. آيات الله السمعية القولية هي القرآن، أن نتدبر. وقد أنزلنا إليك الذكر للناس ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دبروا آياته وتذكر أولو الألباب وغير ذلك من الآيات. قال: وجميع الآيات السمعية هي القرآن، وكذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وهو وحي من عند الله عز وجل. وكذلك آيات الله الكونية الخلقية السماوات والأرض كلها تدل على شيء واحد، على وحدانية الله عز وجل، على أن الله عز وجل واحد أحد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. قال: والرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولية، ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك. مفعولاته أي مخلوقاته، يستدلون على ذلك بمفعولاته أي بمخلوقاته. قال: وهي آياته العيانية أي التي ترى بالعين، العيانية التي ترى بالعين. قال: والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة وكل شيء من آياته ومخلوقاته دال على وحدانيته وتفرده بالربوبية، كما قال الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، كل شيء، كل مخلوق إذا نظر العبد إلى المخلوقات نظر تأمل لرأى أن الذي خلقها واحد، وأنه هو الذي تجب له العبادة ولا يجوز أن يشرك معه أحد غيره. قال: وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، أي جميع هذه المخلوقات. قال: وقال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي ما سوى الله باطل، ما سوى الله باطل أي زائل. كل من عليها فان زائل، وكل ما خلا الله باطل أي أيضا كل ما سوى الله باطل أن يصرف له نوع من أنواع العبادة، هذا باطل، وهذا لا يجوز. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فلا يجوز أن يصرف له العبادة لأنه سبقه عدم. هذا المخلوق سبقه عدم، لم يكن قبل أن يخلق، ثم بعد ذلك يلحقه زوال، بعد ذلك يفنى يموت، بعد ذلك يموت. قال: فإيجاد هذه المخلوقات أوضح دليل على وجود الباري،
تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية، ونعرف ربنا تبارك وتعالى أيضا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة، فالكتاب والسنة مملوءة بذلك. قال المؤلف: ومن آياته الليل والنهار. قال: أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار التي نشاهدها بالأبصار، الليل والنهار، وكون الليل يأتي على النهار فيغطيه. الليل يأتي النهار أولا، ثم يأتي الليل يغطي النهار، يذهب ضوء النهار فيغطيه حتى كأنه لم يكن. انظر الآن ليل، إذا نظر الناظر، إذا الأعمى أبصر في هذا الوقت، أبصر في هذا الوقت، مباشرة عندما يسأل: هل تظن أن هناك ضوء نهار؟ يقول: لا يمكن، هذا الليل، كيف سيأتي النهار؟ هذا الآن قط الليل حتى كأنه لم يكن، أي كأنه لم يكن هناك نهار. وهذه من عظيم مخلوقات الله عز وجل، من عظيم مخلوقات الله عز وجل، ومن عظيم ما تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة. يأتي الليل فيغطي النهار حتى كأنه لم يكن هناك نهار، وإنما هو ليل. قال: ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل حتى كأن الليل لم يكن. وكذلك نقول مثله: أعمى ما أبصر إلا في النهار، فيقال له: هل يمكن أن يأتي وقت وهذا الضوء كله ذهب؟ لا يمكن، هذا إذا ذهب سيذهب بعضه. لكن من عجيب آيات الله هذا الليل والنهار. فإذا نظر الناظر إلى هاتين الآيتين فقط، آية الليل والنهار، لرأى أن من أوجد الليل والنهار واحد. النهار يكون ثم يأتي الليل ويغطيه ويذهب النهار. إذا كان هناك شريكان، أحدهما سيقول: أنا أريد الليل، وأحدهما سيقول: أنا أريد النهار، فيختلفان، فتختلف المواقيت، لكن بانتظام، ليس هناك خلل في هذا النظام. ليل النهار أولا ثم يأتي الليل، وكذلك بانتظام على دوار السنة، قد يطول الليل وقد يقصر النهار، ولكن بانتظام دل على أن هذه الآيات من صنع واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فالذي أوجد الليل والنهار هو الذي يستحق العبادة، ولا يجوز أن يصرف لغيره نوع من أنواع العبادة. قال: فمجيء هذا وذهاب هذا، مجيء الليل وذهاب النهار. قال: وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. قال: والشمس والقمر، من آيات الليل والشمس والقمر. قال: أي ومن أعظم آيات المشاهدة بالأبصار الشمس والقمر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، دالا أعظم دلالة على وحدانية موجدهما تعالى وتقدس. أي أيضا من آياته الشمس والقمر، وهذا أيضا من أعظم آياته. ولو ذهبنا نشرح آيات الله عز وجل لا أطلنا في الكلام، لا أطلنا في هذا الكلام وما نوفيه حقه، فآيات الله عظيمة. هذه الشمس عظيمة الضوء، تطلع على الأرض فتضيء أكثر الأرض، وهذا لحكمة أرادها الله عز وجل، والله عز وجل يريد ذلك. فتجري الشمس من طلوعها من الشروق إلى الغروب ثم تختفي، ثم يأتي القمر، وقت القمر، والقمر له منازل لأجل أن يعد السنين والشهور بالقمر جعل له منازل. أول شيء يبدأ صغير ثم يكبر حتى يكتمل في نصف الشهر، ثم يبدأ بالنقص حتى يكون صغيرا في آخر الشهر، وهكذا كل
كل شهر، فهذا من يعني عظيم آيات الله عز وجل. قال: ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. قال: أي من أعظم مخلوقات الله الدالة على وحدانيته تعالى السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، والأرضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها، وما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرة والآيات الباهرة، وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات، وما بين السماوات والأرض من الأهوية أي الهواء والسحاب وغير ذلك، دال على وحدانية الباري جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والتدبير. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: أي ومن حجج وحدانيته تعالى وبراهين فردانيته الدالة على ما ذكره المصنف، لأنه يعني الواحد الأحد. قال: ما ذكره المصنف ما تعرف به إلينا بما نراه من مخلوقاته ومنها الليل والنهار. هذا ذكر المؤلف الدليل على أن من آياته ومخلوقاته الليل والنهار والشمس والقمر. قال: فمجيء هذا وذهاب هذا من دلائل قدرته وحكمته الدالة على وحدانيته. والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان يجريان دالان على تفرده تعالى بالخلق والتدبير، وهذا وجه استدلال المصنف بالآية ها هنا. أي المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي استدل بهذه الآية في هذا الموضع لأن هذه المخلوقات وهذه الآيات تدل على أن الله عز وجل هو الذي أوجدها لوحده سبحانه وتعالى، فهو دليل على توحيد الربوبية الذي يستلزم منه توحيد الألوهية. يستلزم إذا يعني اعترف العبد بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما، فيلزم منه أن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى ولا يشرك به معه أحدا غيره. قال: ولا القمر. قال: لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر مخلوقان متصرف فيهما. نعم، الشمس والقمر مخلوقان ليس بخالقين، هما الذين أوجدا نفسهما وهما اللذان يجريان على كيفهما وبمشيئتهما. لا، الله عز وجل هو الذي خلقهما وهو الذي أوجدهما، ويجريان على ما أراده الله وعلى ما شاءه الله عز وجل عز وجل. فكيف يسجد لمخلوق؟ كيف يسجد المخلوق لمخلوق مثله؟ كيف يعبد المخلوق مخلوق مثله؟ هو ناقص، هذا المخلوق الذي تعبده ناقص، وهذا المخلوق الذي تسجد له وتدعوه من غير الله عز وجل محتاج إلى رحمة الله عز وجل وإلى حكمة الله عز وجل. فهذا مما يدل على نقص العقل وعلى قصور التفكير وإلا فأنت مخلوق. من الذي تعبده؟ الذي خلقك، الذي أوجدك. من تدعو؟ الذي خلقك والذي أوجدك، الذي أمرك بأن تدعوه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف تدعو بمخلوق لا يستطيع لنفسه هو أن يدفع عن نفسه ضرا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا؟ هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه، فمن باب أولى من هو دونه. فكيف يأتي فيقول قائل أن الولي الفلاني يدفع الضر، أن الولي الفلاني يأتي بالولد، يأتي لك بالولد إذا دعوته وإذا تمسحت بترابه، أن الولي الفلاني إذا ذهبت ودعوته وتمسحت بترابه يذهب عنك المرض وتكون صحيحا،
أن الولي الفلاني إذا ذهبت إليه سيأتي لك بالرزق. من أين هذا الكلام؟ ألم يقرأ هؤلاء القرآن؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الله عز وجل عن نبيه أنه يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول فلان وعلان. هذا من الدجل والضلال والانحراف والكفر، وكفر دعاء غير الله وعبادة غير الله، والدعاء إلى دعاء غير الله، والدعاء إلى عبادة غير الله. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: أي أمر عباده أن يفردوه بالعبادة وحده، فكما أنه المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات، فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا كما تقدم معنا مرارا وتكرارا أن المشركين لم ينكروا هذا، أي توحيد الربوبية، بل يقرون به، ولم ينكروا إلا بعض أفراد الربوبية، ولم ينكره جميع المشركين، وإنما بعض المشركين قريش قالوا: وما الرحمن وما ندري وما الرحمن أنكفر بما تأمرنا وزادهم نفورا. يكفرون الرحمن، قل هو ربي. وكذلك فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ومع أنه موقن في قلبه أن الله هو الخالق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم مقرون بهذا التوحيد، هم مقرون بتوحيد الربوبية. فالله عز وجل ألزمهم على لسان رسله أن يقروا بتوحيد الألوهية، كما أنهم يقرون بتوحيد الربوبية فيلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية. وأما بعض المنحرفين والضلال في هذا العصر فإنهم لربما يشركون حتى في توحيد الربوبية، يشركون مع الله غيره. ألم نسمع من يقول أن الرزق يأتي بالولي الفلاني؟ أليس هذا موجود؟ هذا شرك في توحيد الربوبية. أن الولي الفلاني أن الولي الفلاني يحيي الموتى، أليس هذا موجود؟ إذن هذا شرك في توحيد الربوبية. فهؤلاء أعظم شركا من الأولين، من المشركين الذين أرسلت إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، ومع ذلك أشركوا بالله عز وجل. هؤلاء أعظم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.